السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعينا الكرام. موضوعنا اليوم عن الأمن في دول العالم. طبعا احنا بنتكلم في الأمن عن الأمن في المملكة العربية السعودية. الأمن فيها قوي جدا، من أفضل دول العالم فيها أمنا واستقرارا بنسبة كبيرة جدا. وأنا من خلال معيشتي في السعودية خلال طول عمري وأنا من مواليد السعودية بصراحة شفت فيها الأمن والأمان بنسبة كبيرة جدا، وترتاح نفسيا وفكريا واجتماعيا بنسبة كبيرة جدا من ناحية الأمن. بصراحة الدولة تحترم أنها توفر الأمن بشكل قوي جدا مقارنة عن الدول الأخرى. طبعا بالنسبة للدول الأخرى العالم فيها الانفلات والفوضى وبشكل كبير جدا، تحصل حالات قتل بنسبة كبيرة جدا. لكن بالنسبة للسعودية فيها الأمن والأمان والقوة، قوة الحكومة في فرض أمن الدولة على شعوبها بنسبة كبيرة جدا، وتقدر تتمشى في أي وقت سواء في النهار ولا في آخر الليل في الساعة 3 4 5 الفجر 2 في الليل، تمشي جميع الأوقات هذه وتحس بأمان. طبعا المرور والشرطة في كل حي وفي كل شارع وفي كل مدينة، ولا تخاف، تأمن على نفسك وعلى عيالك وعلى أسرتك وعلى حاجياتك بنسبة كبيرة جدا. يعني فهي دولة تحترم بصراحة مقارنة في الدول العربية اللي تحصل فيها الفوضى والانفلات وعدم الاستقرار بالصورة الجيدة. فأنا أتمنى أن يكون هذا الأمن في السعودية متوفر وموجود في جميع دول العالم عشان الواحد يرتاح من الناحية النفسية والفكرية والاجتماعية في العيشة في أي بلد كان. وإن شاء الله تكون حياتنا سمنة على عسل. تحياتي لكم أخوكم بسام والصنعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا هذا الفيديو المرأة البلجيكية التي عاشت في السعودية وتحكي حياتها عن الأمن والأمان في السعودية. تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. People are asking me if I feel safe here in Saudi Arabia, if I am scared to live here. And the answer is, I am not scared and I feel very safe. I've lived in America, I've lived in Europe, and this is by far the safest country. I can walk at 4 a.m. in the street and I know no one's gonna do anything. I can leave my phone somewhere and it's still gonna be there. I don't have to lock my apartment because no one's gonna enter. No one's stealing anything. People are just very respectful and I know they're not gonna do anything. And all the things social media is saying, not true, not true. So ladies and all the people that are asking me about Saudi Arabia, this is the time to come visit, and it's an amazing country and you should discover. People are asking